تعالوا النهارده اعرفكم على اختراع محدش بيعمله في مصر غير واحد بس. الاختراع ده عباره عن رغيف فينو جواه مخ، وبينزل على المخ بالزبده ويقوم قلبه على الجريل ويطلع شكله بالمنظر ده. وعد الله عالمي. لفيت جوه المطعم شويه ولقيت الكبده الاسكندراني بتبكبك والشيف بيقطع الفلفل الحراق وحرق لي قلبي. الحاج فرج ابو خالد اصل الكبده الاسكندراني عامل قلبان في بحري قدام المرسي ابو العباس. نبدا باول حاجه من عنده وهو السجق المشوي. سعر الساندوتش 15 جنيه. ندوق بسم الله. حلو قوي، مبهر قوي وتتبيلته مميزه جدا. دول كده بقى بشويه الطحينه. السجق فعلا مميز وتتبيلته حلوه جدا. ندخل في السندوتش الثاني وهو الاختراع وده اللي جايبني هنا اصلا، وهو سندوتش المخ بالزبده. المخ هنا عند عم فرج حاجه ثانيه. ندوق بسم الله. وهو زبده فعلا، حته بقى زيتونه. السندوتش ده اختراع يا جماعه. بيعملوا مخ والزبده في قلب الفينو وبيقلبوه ياخد تحميصه، فالفينو اصلا محمص مع الزبده والمخ حاجه ثانيه. من حلاوته نسيت اقول سعره. سعر الساندوتش 20 جنيه. في الساندوتش الثالث بقى وهي الكبده. الكبده هنا بتلو. سعر الساندوتش 20 جنيه. ندوق بسم الله. الكبده هنا متقطعه شرايح وسميكه مش رفيعه وحجمها كبير. والساندوتش بصراحه مليان. ندوق بالطحينه بقى. كبده نفسها حلو قوي. نخش على اللي بعد كده، هو سندوتش الكفته وسعر الساندوتش 15 جنيه وفي 70 زي ما انتم شايفين، يعني واخدين طول الرغيف كله. ريحه الشوي باينه فيها قوي، بس الكفته لازم طحينه. انا مبسوط. اخر رغيف معانا بقى هو سجق بالخلطه وسعر الساندوتش 15 جنيه. صراحه السجق هنا تتبيلته حلوه جدا بجد، الخلطه تحفه. مبسوط عشان في زحمه ومع ذلك الناس هنا مهتميه بالاكل جدا، مش عشان زحمه اللي هو عبد ويلا، لا مفيش الكلام ده. كل سندوتش طالع بيبقى نفس الطعم والكميه بتبقى واحده. كانت تجربه حلوه وانا مبسوط بيها. ومن الحاجات اللي عجبتني قوي عند الحاج فرج ابو خالد غير الاكل، اليافطه الصغيره اللي حاططها جنب اسمه. هو كاتب على اليافطه معاك فلوس تعالى كل، ولو ما معكش تعالى برضه كل. ودي الناس اللي تستاهل ان ربنا يكرمها. وعد الله عالمي. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.